السلام عليكم يا اغلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي ظروف جيده، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه والسلامه والرزق وباش ما كتمناو باش تنوضوا تصايبوا هذه الرفيسه الغزاله. حطيت لكم الحلقه اللي فايته المسمن، واليوم غنحط لكم الدجاج، نصيب ديال الدجاج ديال الرفيسه. غير رفيسه ماشي بريسيج، ما والو، الرفيسه العاديه اللي كتاكلوا يديكم وراها اصبعكم وراها. هنا غناخذ واحد المولينكس، شويه القزبر معدنوس والثومه ونص بصيله وشويه الماء. يعني الثومه كثروا الثومه، خدرت داك الراس كله واحد 10 ديال الحبات ديال الثومه وشويه الماء، وغنطحن كلشي مزيان، القزبر معدنوس وكلشي، ديك البصيله والثومه. هنا شويه الملحه، هنا واحد المعلقه ديال السمن او طريفه ديال السمن. هنا داب ليا السمن الحار ضروري في الرفيسه، من ضروريات تعطي واحد المذاق الرفيسه كتجي زوينه. هنا هذه ضامه ديال الدجاج، لا عندكم ديروها اختياري، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، لكم الاختياري. اغلى متتبعين انا كانت قدامي درتها. هنا سكينجبير، واحد 2 معالق صغار ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، وهنا المساخن او راس الحانوت 2 معالق صغار. هنا الابزار والفلفل الاسود، كل واحد واش كيسميه، انا نقول لكم معايير الابزار. وهنا هادي الخرقوم او الزعفران، اللي عندكم الحر ديروه، ما عندكمش كديروا هاد الضامه. انا ما تصابش عندي يعني شعره، درت هاد الضامه، درت 3 ديال الضامات كيعطيو واحد النكهه غزاله للرفيسه، وحتى للطياب كيعطي واحد النكهه زوينه. بقاو معايا. غادا نخلط هاد الخليط كله بيديا هنا، ودرت الليقات باش ما يتوسخوش ليا يديا، لكم الاختيار يا اغلى متتبعين. وغادا نشرمل ديك الدجاج ديالنا، انا عندي دجاج البلدي هنايا، وانتم لكم الاختيار يا اغلى متتبعين. صافي الدجاج البلدي راه كياخد شويه طياب، وانا شرملته بالليل وحتى لغد ليه عاد طيبت الرفيسه ديالي، شرملته وخليته بات في الثلاجه ليله كامله. لا كنتو مزروبين عليه كتشرملوه في ساعته، ما كاينش المشكل، باش كنديروا اتساع بيناتنا. انا شرملته في الليل ودرته في الثلاجه باش يكون عندي موجود. راكم عارفين التشرميله ديال الدجاج كتدخلوا بين الفخيضات في الجلده في كل شيء، المهم مرقد في العشوب وفي العطريه وكل شيء كيجي زوين. كنعقد له غير الرجيلات ديالو، حيت ما يجي بحال الدجاج البلدي الرومي تنسدوه كله من صدرو، هذا راه ما كيتشتم والو، كيبقى طايب هكا صاين في القميله. بقاو معايا حتى لغد ليه، هادي لا غد ليه. صافي غادا ناخذ واحد الطنجره اللي نطيب فيها الدجاج، درت واحد الكيلو ديال البصله، طحنته هكا في الهاشوار، غير هاشيته مزيان هكا، وشويه الملحه وشويه ديال الزيت صافي. وغنخلي ديك البصله ديال واحد الطريقه زوينه، كتخليوها طيح شويه وعاد كتحطوا فوق منها نخلي ديك البصيله طيح، وغادا ندوز للعدس. العدس انا كنديرو باش كنزوق به الرفيسه، ولا كنطيبو بوحديتو كيجي بواحد المذاق خطير، عرفتي، حسن من الدجاج وحسن من كلشي. درت هنا ربعه ديال العدس وشويه الثومه هكا مقطعه، واحد الراس ديال الثومه، يعني واحد 10 ولا 11 حبه ديال الثومه، ودرت واحد نص كيلو ديال البصله، شلفتو هكايا. العطريه اللي درت في الدجاج غادا نديرو هنايا، درت هنايا هذه الضامه ديال الزعفران والضامه ديال الدجاج وشويه ديال السمن، والعطريه العاديه اللي درت في الرفيسه غنديرها هنايا. ها انتم شويه المساخن، الخرقوم، سكينجبير، الابزار والملحه، وشويه ديال الزيت البلديه والروميه، نص واحد الكويس، نص كويس ديال الزيت البلديه والروميه، وقبيطه ديال القزبر معدنوس والحلبه. صافي وغادا نمرق عيه بالماء من الروبيني. بصراحه كيحمقنا حنا هاد العدس هذا، كيجي رائع، نتمنى تجربوه ان شاء الله في الرفيسه. لا صيبتوها. صافي غنحط، واخا كنكون دايره عير شويه د الرفيسه كنصايبو بشويه هكا في كاسرونه كيجي زويون. غندوز للدجاج ديالنا، صافي طاحت ديك البصله وسخنت لنا ديك القميله ديالنا بطريقه زوينه كتعطي واحد المذاق رائع. صافي غنحط الدجاج ديالنا هكايا كما قلت لكم، الدجاج البلدي هكا راه تياخذ طياب. صافي غنحط هذيك الشرموله وغادا نشلل ديك القصيعه بالماء ونطلقها هكايا، ونبقى نقلي في داك الدجاج ديالنا حتى يتقلى لينا. يبقاو معايا، ما تمشيو فين يا اغلى متتبعين. انا كنشارك، ما كنبغيش نحيد لكم حتى شي لقطه، باش يعني تفهموا الفيديو كله من الاول حتى الاخر. صافي مره مره هكا نرجع حتى يتقلى لنا داك الدجاج مزيان. ها انتم كتشوفوا ملي تقلى لينا غنزيد واحد الكاس كبير ديال زيت البلديه والروميه، ونمرق بالماء طايب، ونخليه راه دا ليا ساعه ونص الدجاج البلدي، ساعه ونص. الا كان الاخر راه دغيا كيطيب. هذاك العدس والحلبه غنخليهم من بعد. ها انتم شوفوا تبارك الله، شوفوا داك العدس كيطاب. انا راه خليت الكاميرا هكا، يعني ما دوزت لا فيديو لا شو ديك الحلبه، قلت لكم الحلبه ديك الثومه كتبقى صاينه. سمحوا لي راه شادني، خصكم الرواحه، سمحوا لي وصافي. شوفوا تبارك الله، شوفوا كتبقى ديك التومه صاينه وداك العدس وداك البصله، وكيجي واحد المذاق رائع. بقاو معايا. صافي غادا ندوز للدجاج ديالنا، راه طاب تقريبا نص طيبه ديالو. غادا نزيد شويه الحلبه وداك العدس اللي شاط لينا والقزبر معدنوس، ونزيد نمرق بالما طيب وذوقوا. لا خاصها شويه الملحه، ما خاص. صافي انا حيت كندير الملحه في دقه واحده ما كنبقاش نزيد، مره مره بقاو تقلبوا هكا تطيب لنا داك العدس وداك الحلبه. ها انتم كتشوفوا راه الشرح واضح. واخا تكوني يا اختي ولا خويا عمركم ما صايبتوا رفيسه، تشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله تنوضوا تصايبوها، ورفيسه كتشهي جات غزاله ما شاء الله. صافي
داك المسمّن. جاوني بزاف ديال التساؤلات في التيك توك، قال لك: "واش كتفوري الرفيسة؟" بالرفيسة، ضروري الرفيسة أتفور، راه صايبتها هي والدجاج، الدجاج تا هو رقّدتو، والمسمّن صايبته تا هو في الليل، صافي كتفور وتيطلع فيه داك الفار ديالو، صافي. وملي تبغيو تسقّيو ضروري تبردوه، ما تسقّيوش هكايا راه تعجّل لكم الرفيسة، بردوه شوية عاد حطّوه. صافي غنحط بهكايا، وغادا ناخد واحد الكاسرونة باش كتسقي ليا مزيان، وناخد طبسي هنا ولا قصعة لكم الاختيار. أنا ما كان معايا حتى واحد، وليداتي اللي كاينين الله يخليكم وليداتكم، صافي كتبقاو تبردوا ديك الرفيسة وتحطوا. راكم عارفين الحطان كتحطوا طبقة تفرشوا هكا طبقة، دايما تسقيو لتحت باش الرفيسة كتجيكم زوينة، ما يعني ما ناشفاش من التحت هكايا. كتبقاو تاكلوا الرفيسة ما تلقاوهاش ناشفة، تبقاو كنا حاطين الزلافة كتزيدوا في المرقة. ها انتم راه كنزيد عيش شوية ونسقي تاني ونفرش تاني المسمن ونسقيه حتى نسالي داك المسمن ديالي الطبقات اللي عندكم. يعني نتوما أنا راه كنبرد ديك الرفيسة، ما نحطهاش سخونة، حتى كنبردها في القصعة، وكنبقى نهز ونحط هكا بهاد الطريقة. نتمنى يكون الشرح واضح يا أغلى متتبعين ديالي. صافي وأنا كنوري البنيات المبتدئات، اللي عارف راه عارف تبارك الله عليكم، عارفة كلشي حادق، كلشي كيصايب الرفيسة وكل واحد الطريقة ديالو. أنا عامي درتها قلت راه نشاركها معاكم. ها نتومايا شوفوا تبارك الله كتبقاو تسقيو هكايا، قلت لكم حتى تكملوا ديك الطبقة ديالكم ديال المسمن اللي باغيين تحطوه. صافي ها انتم بهاد الطريقة. وفي الآخر غادا نسقيها بهداك العدس، الطبقة الفوقانية غادا نسقيها بالعدس، مازال ليا طبقة أخرى. أنا راه بنتي راه كتاكل، أنا كنحط وهي كتاكل في المسمن. صافي كنسقي هكا، راه جات واحد الرفيسة غزالة ما شبعوش منها، عرفتي ما شبعوش منها. صافي كنبقى نسقي هكايا، والطبقة الأخرانية كاع هي اللي غنسقيها بالعدس ديال اللي طيبته بوحديتو، ونحط وسط الدجاج. ها نتوما تبارك الله، ها نتوما أنا كنسقي بهداك العدس، ها العدس هو هذا. ها نتوما تبارك الله راه ما تشبعوش منه، ما تشبعوش منه داك العدس، تحطوه هو الفوقاني هكا وتحطوا عليه الدجاج. ديك التومه صاينه تبارك الله غزاله، وغنحط الدجاج ديالي. انا راه ما حيدتلوش كاع العقده ديالو، خليتها هذوك الرجالات معقودين، ما كاين حتى شي واحد براني، غير انا وليداتي وجاهم الجوع قلت لهم نحيد على الخيوطه ما خلونيش. صافي ما كاينش المشكل، الدنيا هانيه. صافي تشوفوا تبارك الله راه ديك الحلبة وداك العدس والثومة جات صاينة، ما تشبعوش من ديك الرفيسة. ونتمنى تصايبوها ولا صايبتوها بالصحة والراحة، وتنقول لكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، مع السلامة.